اهلا بيكم في ايفنت تعريف الاقسام انت مين 3 مع ريسك اكاديمي. معانا النهارده من قسم كهرباء انا حازم ايمن، دفعه 23 قسم كهرباء. كنت مندوب دفعتي وخرجت السنه دي خلاص، كله تمام الحمد لله. طيب احكي لنا اكتر عن قصتك مع القسم، بدات ازاي؟ يعني انت كنت عايز القسم ولا ايه اللي حصل وانت في اعدادي؟ هو الحصل كله كنت زي اغلب الناس اخترت القسم بالاستبعاد، اللي هو ايه، القسم ده مش عاجبني، القسم ده مش عاجبني. في الاخر اتبقى على 4 أو 5 اقسام. في الاخر دورت بقى وسالت فيهم ودخلت الجروبات اللي هي كانت بتاعت التعريف وكل الحاجات دي، استقريت على كهرباء. برضه في قصه ظريفه، يعني ان انا كنت كلمت حد اعرفه كبير وسالته وقلت له دي الاقسام المتبقيه، وقال لي خش كهرباء يا ابني ده المستقبل. هو كان راجل كبير في السن، قلت له حاضر يا عم حاضر يا عم، ودخلت القسم خلاص. انت ما كنتش حاطط حاجه في دماغك يعني حاجه سبيسيفيك قبل ما اخش القسم؟ لا، ما كنتش حاطط مجال معين مثلا سبيسيفيك جوه القسم انا هشتغل فيه مثلا ما اتخرج، لا ما كانش في حاجه زي كده. طيب وجهه نظرك كانت عامله ازاي اول ما دخلت قسم كهرباء؟ اول ما دخلت القسم ما حسيتش اني في القسم قوي، يعني هي تعتبر ممكن نقول اول سنه الدنيا ما كانتش، يعني ما كنتش حاسس ان انا في كهرباء، لا يعني كنت باخد مواد كتير من اقسام تانية. كنت حاسس ان انا لسه في اعدادي، ماده من قسم ميكانيكا على قسم اتصالات مثلا، فالدنيا ما كانتش الالطف حاجه. لكن بعد كده لا، الدنيا وضحت اكتر بالذات بعد سنه ثالثه او بعد سنه ثانيه. طيب احكي لنا اكتر برضو عن المواد اللي انت اخدتها في اولى وبعدين في ثانيه وبعدين في ثالثه. في اولى زي ما قلت هي كانت مواد يعني ما لهاش اي علاقه ببعض، مواد عاديه مش هتاثر قوي في فهمك او في شغلك في المستقبل في المجال ده او في القسم عامه. بيبدا الكلام الجد شويه في سنه ثانيه، تقعد تسمع شويه عن الكنترول. بعد كده برضو في سنه ثالثه بتسمع عن الباور الكترونكس، وتكمل في حاجات زي الديستريبيوشن او الانستليشنز عامه. وبرضو بنخش شويه في الهاي فولتج يعني، ومجالات اكتر في القسم. فاحنا نقدر نقول قبل سنه ثالثه لا، ما كان يعني المواد اغلبها يعني كل ماده لوحدها، مواد ما لهاش علاقه ببعض زي اغلب الاقسام. يعني في اقسام كتير كده. من اول سنه ثالثه ورابعه لا، بتبدا تخش في القسم، والمفروض ان في الوقت ده انت بتبدا بقى تقول انا حابب المجال ده، انا حابب المجال ده، انا مش حابب المجال ده، وهكذا. يعني انت استنيت لحد سنه ثالثه اول ما تعرف ايه هو قسم كهرباء؟ بالظبط، للاسف ده كان عيب القسم، يعني ده عيب في القسم معروف نوعا ما. طيب احكي لنا اكتر عن المواد بتاعه قسم كهرباء. يعني انت خلاص داخل سنه اولى اخدت مواد عامه، ده بقى الاول بتاخد عن تخصصات او الحاجه اللي هي المواد القسم نفسه. ففي اولى وثانيه وثالثه كانت عباره عن ايه؟ هو احنا بدانا السنه اولى كنا بناخد مواد من اقسام مختلفه، زي مثلا ماده ميكانيكس، برضو اقسام كتير كانت خدتها. بتدرس حاجه زي الاستاتيكس والداينامكس اللي انت خدتها في اعدادي. بعد كده بنخش في ماده من قسم مدني، بتبقى حاجه زي الاستراكشر وكده. بتدرس بقى حاجه من اللي هي شبه اللي درستها في ستاتيكس او الاستاتيكا بتاع الثانويه عامه اساسا. برضو في مواد كتير من الماث، ديفرنشال ايكويشنز او الجبرا وحاجات زي كده، اللي هي ديفرنشيشن والجبرا العاديه بتاعت اعدادي، بس ادفانسد اكتر طبعا شويه. المواد بقى اللي هي ليها علاقه بالقسم اكتر هي سنه اولى، هي زي السيركتس والفيلدز. السيركتس زي بتاع الثانويه عامه عادي جدا، فولت وامبير والاوم وريزيستنس وكل حاجه زي ما هي. فيلدز هي زي اكتر المغناطيسيه بتاعه اعدادي، الماجنتيك بتاعه اعدادي. ده كده في سنه اولى يعتبر كملخص ليها. سنه ثانيه بتبدا اكتر ان انت بتخش شويه في مواد ومجالات القسم. لسه بتكمل سيركتس ولسه بتكمل فيلدز، برضو بتاخد سيركتس 2 فيلدز 2، بس بتخش اكتر مثلا في مجال زي مجال اسمه الكنترول. تبدا تتعلم عن المجال ده، بيديك ماده ليها علاقه انك ازاي تتحكم في حاجه معينه، ازاي تتحكم في بروسيس معين. ان انت مثلا معاك مثلا كوره وعايز تحذفها، او في ماشين معينه تحذفها، فانت ازاي تسيت الماشين ده انها تحذفها تنزل في حته معينه بالظبط مثلا، يعني حاجات زي كده. وده طبعا مجال اكتر لسه هنتكلم عنه اسمه الكنترول يعني. بس برضو ستيل في سنه ثانيه لسه بتكمل اكتر في المواد اللي هي برضو من بره، زي الستاتستكس اللي هي الاحصاء والحاجات دي، برضو زي بتاعه ثانويه عامه. برضو بتكمل شويه في مواد من بره، بتبقى بقى كل سنه بيخش لك ماده كده اسمها جن او جنرال، اللي هي كل الاقسام بتاخدها، اللي هي حاجات مالهاش دعوه بيك اساسا، هي البيئه بقى مش عارف ازاي تهتم بالبيئه، وازاي تكنيكال رايتنج، ازاي تكتب ريبورت كويس او تعمل برزنتيشن كويسه. دي بتبقى ماده موجوده في كل سنه. نخش السنه ثالثه. السنه ثالثه هي نقدر نقول يعتبر اللي بتاخد فيها مواد كتير من القسم. تبدا تحدد انت ايه المجال اللي انت مايل ليه والمجال اللي انت مش مايل ليه. بتبدا الاول ماده اسمها باور الكترونكس. باور الكترونكس ممكن ما يكونش انت عارفها كطالب لسه خارج من اعدادي، بس يعني سمعت عنها في ثانويه عامه، حاجه بسيطه في ثانويه عامه، حاجه يعني زي الدايود او حاجه زي كده ممكن تكون سمعت عنها. دي ايه اللي انت بتعمله نوعا ما، ان انت بتتحكم في موتور. ايه الموتور ده مجال تاني بقى. اوكي. بتخش على المجال التاني اللي هو بتاع الموتور، ماده اسمها ماشينز. الماشينز دي انت بقى بتتعلم زي الموتور او الجنريتور، اللي هو الجنريتور العادي زي اللي عندك في البيت، اللي هو لما الكهرباء بتقطع زي دلوقتي كتير كده بتقوم بتشغله. والموتور اللي هو بقى موتور اي حاجه بتلف، مروحه مثلا، حاجه زي كده، تدرس عنها اكتر. فنقدر نقول سنه ثالثه لا، انت بتبدا ان انت تخش وتميل
لمجالات معينه اللي بناء عليها بتحدد بقى انت مثلا سنه رابعه ايه مشروع التخرج اللي هتخشه، او ايه المواد الاختياريه اللي هتختارها، او مثلا حتى في الشغل ايه المجال اللي انت حابه اكتر. طيب انت دخلت في سنه ثالثه وعرفت المجالات المختلفه بتاعت قسم كهرباء، ايه هي المجالات المختلفه وازاي بتساعدك ان انت تخش المجال العمل؟ هو احنا عندنا في كهرباء في يعتبر 5 أو 6 مجالات. اول مجال منهم وهو الاشهر هو ديستريبيوشن. تبقى مهندس في مكتب استشاري او في الموقع. انت بتعمل ايه؟ انت كل اللي بتعمله ان انت بتاخد مبنى، بتاخد بلانات او بتاخد الحاجه من المعماري بيقول لك خد اهو ادي ده المبنى بتاعك، اعمل الكهرباء بتاعتك من اولها لاخرها. فانت بتعمل كل حاجه، انت اللي بتصمم الاضاءه، ازاي توزيع الاضاءه هيتعمل، انت اللي بتصمم التوزيع الكهرباء عامه، انت بتاخد من شركه الكهرباء حاجه معينه مثلا كابل او حاجه زي كده، وبتبدا ان انت بقى انت اللي توزع الكابل ده يروح من هنا لهنا، يروح على لوحه معينه، اللوحه دي تودي على لوحه ثانيه وهكذا. انت اللي بتصمم، انت كل شغلك هنا بيعتبر نقدر نقول عليه ديزاين، بس قاعد بالديزاين في المكتب. الكهرباء بتاعت المبنى كله من اولها لاخرها، كل السيستمز اللي فيه، اي حد محتاج اي حاجه في الكهرباء بيرجع لك او انت اللي بتعملها. فده كده مجال الديستريبيوشن. زي ما قلت فيه ممكن في الموقع، بس الموقع بيبقى اشراف اكتر، انك بتشرف ان الحاجه دي اتعملت صح واتعملت مظبوط. فده كده في مجال الديستريبيوشن. تاني مجال منتشر وهو مجال اسمه الهاي فولتج. الهاي فولتج ده عامل ايه؟ كل الابراج اللي انت بتشوفها في الشارع اللي هي نقله خطوط الكهرباء دي، اللي هي الابراج الطويله والمحطات اللي موجوده بتنقل الكهرباء او بتولد الكهرباء، بتكون انت المسؤول عنها. انت بتكون مسؤول عن ايه برضه؟ انت بتكون مسؤول عن ديزاين. انت بتديزاين المحطه دي، انت اللي بتديزاين مثلا البرج هيشيل خطوط الكهرباء دي عامله ازاي. برضه هنا انت في مرحله ديزاين. ممكن طالما يعني احنا مش كل يوم بنبني محطه اكيد، او مش كل يوم بنعمل برج، فانت في الوقت ده بتكون نقدر نقول شويه ان انت ايه بتتابع ايه اللي بيحصل. ممكن تروح كل شويه موقع انك تشوف الدنيا تمام ولا لا، حاجه زي تشيكس اوديت، اللي هي ايه الاوديت اللي هو زي اشراف يعني، زي نقدر نقول اشراف، تتاكد ان كل حاجه تمام من الاخر. فده كده هاي فولتج. ثالث مجال عندنا هو كنترول، انك بتكون في المصنع او بتكون في اي مكان، حاجه زي خط انتاج، انك بتمسك خط الانتاج من اوله لاخره. خط الانتاج ده هيشتغل ازاي؟ هو خط الانتاج اكيد في جزء ميكانيكا وفي جزء كهرباء. ميكانيكا هو اللي بيعمل المعدات وهو اللي بيعمل الحاجات دي كلها، لكن انت اللي بقى كتوصيلات، مين يشتغل امتى، لما ادوس على الزرار ده ايه اللي يحصل. انت برضو في الوقت ده انت بالديزاين، انت المسؤول عن الديزاين. ان هو بيجي يقول لك مثلا المستهلك بتاعك او الراجل اللي انت بتعمل له الجهاز ده، فهو بيقول لك انا عايز ادوس على الزرار، المكنه دي تلف، تروح على المكنه دي سحبه حاجه مثلا، انت اللي بتعمل ديزاين للحاجه زي دي. فده كده مجال الكنترول. طيب معلش، في مجال الكنترول ده هيكون ايه الفرق في حته المصانع وكده والمكن؟ ايه الفرق بينك وبين مثلا ميكاترونكس؟ هو في الحقيقه احنا الاثنين مشتركين في حاجه زي كده، لكن يمكن انا ككهرباء انا متخصص اكتر في حته البروجرامنج بتاعه الاجهزه اللي بتعمل كده. هو برضو متخصص حاجه زي كده، بس هو ممكن ما يكونش ده مجاله، بس لا ممكن يكون زي ما انت قلت ممكن يكون عارف اكتر بميكانيكا. فهم الاثنين يعتبروا مش بعيد قوي عن بعض، لا يعني الاثنين قريبين من بعض في حاجه زي كده، في نقطه زي دي. بعد مجال الكنترول عندنا في مجال اسمه باور الكترونكس، وده المجال اللي بدا يتشهر قوي دلوقتي في مصر عامه. كل فكره انت برضو احنا هنا برضو بنديزاين ايه؟ انت هنا بتديزاين الحاجات اللي هي بتبقى صغيره، اللي هي زي قلنا عليها باور الكترونكس، اللي هي الدايودز الصغيره. الحاجات دي بتديزاين السيركت دي بتعمل حاجه معينه. ايه الحاجه المعينه؟ اغلب الناس بتكنترول الموتور، بتتحكم في الموتور، عايز يغير السرعه بتاعته، عايز يخليه يلف مثلا بالعكس ولا حاجات زي كده. هو ده مجال الباور الكترونكس بتاعه، برضو ايه ديزاين. المجال اللي بعده عندنا فيه هو مجال الماشينز، وده ما فيهوش شغل قوي حقيقه، يعني منتشر في مصر. الفكره كلها انك بتديزاين الماشين دي، انت اللي بتديزاين الماشين دي عامله ازاي. وطبعا لازم تكون في ناحيه بقى الفيلدز اللي هي المغناطيسيه وكده، لازم تكون فاهم فيها جدا، لان هي دي اللي بتخليك على اساسه بتعمل ديزاين للماشين دي. لكن شغله مش منتشر قوي. فاحنا شغل كهرباء عامه اغلبه ديزاين، يمكن ما عدا مجال الكنترول. مجال الكنترول اكتر بيبقى فيه صيانه، انت في المصنع مسؤول عن الصيانه بتاعه المكنه عطلت، في خط وقف، مش عارف ايه، انت بتنزل تشوف ايه اللي حصل، وبناء عليه بتصلح المكنه دي او بتعمل كصيانه دوريه، تتشيك ان كل حاجه تمام زي تشيك ليست. بعد ما تخلص سنه رابعه او سنه ثالثه بعد كل المجالات دي وخلصت مشروع التخرج بتاعك، تخش بقى على مجال العمل او الفيلد عامه بتاع الشغل. هل الافريج سالري بيكون كام كفريش جرادويت يعني؟ وهل فعلا التقدير بيفرق كفريش جرادويت انت هتشتغل فين؟ نجاوب على اول جزء من السؤال. السالري كفريش جرادويت هو بتبقى معتمده اكتر على المكان، وهي دي نقدر نقول ميزه قسم كهرباء، ان هو فيه فرايتيز كتير. انت بتخش عندك 5 مجالات ب5 سالاريز مختلفه. يمكن نقدر نقول السالاريز في مجال الديستريبيوشن او هاي فولتج بتبقى السالري الطبيعي العادي بتاع المهندس، مش اللي هو قليل قوي برضه، لكن مش اللي هو الحلم. هو حاليا بيبقى في حدود من 6 ل 8 تقريبا. مجال زي الباور الكترونكس لا، انت بتعلى جامد بالمرتب، يمكن بيوصل للضعف في اوقات كتير قوي. تبدا يعني نقدر نقول رينج سالاريز من
12 ل 15 مجال شادد حلو في مصر. حلو. المجالات التانية برضو بتتراوح بقى يعني على حسب المكان. تشتغل في مصنع الفريش كحد فريش مش هتقبض كويس قوي، لكن مع الوقت لما تبقى مانجر عامه للصيانه او مانجر لخط الانتاج ماشي ازاي وكده، لا بتبدا تقبض جامد قوي يعني. بالذات لو في مصنع بيبيع، والمصانع لو لما بتكسب هي بتكسب، ما بتدخلش عليك بحاجه. بس لكن كهاي فولتج ديستريبيوشن زي ما قلنا يعني كفريش جرادويت مش احسن حاجه، مش الواو، لكن هو عادي. طيب السؤال الثاني اللي هو التقدير بقى بيفرق انا في القسم على حسب ان انا هشتغل اول ما اتخرج ولا لا، او اشتغل فين؟ في الحقيقه لا، هو بيفرق في حته اوبورتونيتيز بتفتح لك. يعني لو في اوبورتونيتي معينه مفتوحه لكله، كله عادي يجي يشتغل. فمثلا لو واحد جايب تقدير امتياز، واحد جايب جيد جدا، واحد جيد، لا كلهم عادي هيقبضوا نفس المرتب. ممكن يبقى في فروقات بسيطه يعني خفيف قوي ما بينهم وبين كل واحد، لكن الفرق التقدير ده بيفتح لك اوبورتونيتيز ثانيه. يعني زي ما هتشوف كتير، لا كتير جوب ديسكريبشن بيقول لك انا عايزه جريد اكسلنت مثلا، او لو بالجي بي اي يقول لك مثلا اعلى من 3 او 3.3. التقدير بيفرق، بيفتح لك مجالات، ولكن في نفس الوقت انت لو تقديرك عادي جيد جدا جيد مقبول، هيكون في فرص شغل اكيد، لكن مش بالمرتب اللي هو الواو برضه زي ما نقدر نقول. طب انت شايف مجال الشغل في كهرباء عموما على مدار السنين الجايه، هل في تطور فعلا في المجال ده ولا هيكون في ثبوت ويكون عادي؟ تقريبا في كل مجالات كهرباء ما عدا الباور الكترونكس كلهم عادي في سكون، مفيش تطور قوي. يمكن في تطور اللي هو كل فين وفين، مش بيبقى حاجه في المجال نفسه، لا بتبقى حاجه بره المجال شويه، بس يعني هي لها علاقه بالكهرباء وبنخش فيها على اساس انها حاجه جديده وترند وطالعه وكده. لكن المجال اللي هو فيه تطور كتير وفيه شغل كتير هو فعلا باور الكترونكس، وده اللي رمى على اساسه، او ده اللي خلى على اساسه مرتبه بيبقى عالي قوي كده. لو في احتياج للباور الكترونكس، في احتياج للباور الكترونكس، واللي بيتعلم باور الكترونكس كويس وبياخد طبعا كورسات، يعني لما نيجي نتكلم عنها هتفرق معاه جامد في السلام. غير الشغل بقى هنا في مصر، هل قسم كهرباء ليه فرص ان هو يشتغل بره مصر؟ ليه فرص، ليه فرص بالذات في الخليج. تقريبا كل المجالات اللي انا قلتها ممكن انهم يشتغلوا في الخليج عادي بسهوله، ما فيهاش مشكله. لكن كحاجه زي اوروبا مثلا او امريكا وكده، فنقدر نقول برضو ان مش كل المجالات. ممكن تطلع تسافر عادي، لكن مش هيكون في الاحتياج قوي ليك، وده على كل المجالات. يعني مفيش مجال مختلف عن المجال تاني في موضوع زي ده، لا هم كلهم زي بعض. يعني كلهم في الخليج في شغل عادي وتقدر تسافر مرحبين بيه، لكن في اوروبا لا، الموضوع مش اللي هو مش عايزينك قوي يعني. انت مش القطعه المفقوده، لا عادي. خلاص نرجع بقى تاني كطالب. انت خلاص طالب دلوقتي في اعدادي ودخلت قسم كهرباء، هل وجهة نظرك في قسم الكهرباء بتختلف على مدار السنين؟ انت سنه اولى شايف كهرباء باسلوب معين، سنه ثانيه الاسلوب اتغير، ثالثه الاسلوب اتغير اكتر، ولا الموضوع عادي خلاص انت وانس انك دخلت سنه اولى فانت عارف الدنيا ماشيه ازاي من اولها لاخرها؟ لا الموضوع بيختلف جامد. يعني اقدر اقول لك اغلب الناس مثلا دخلت قسم كهرباء في الاول، اللي هم اختاروا قسم كهرباء باختيارهم هم، كان داخل مثلا على فكره الالكتريك فيكلز، عربيات الكهرباء، كان داخل على فكره الرينيوبل انرجي اللي هي الطاقه الشمسيه وطاقه الرياح وهكذا. الفكره دي بتتغير مع الوقت للناس اللي هي كانت داخل قسم كهرباء وخلاص. يعني لو حد ما سمعش قوي عن القسم من جوه، فلا اكيد هيغير وجهه نظره. ممكن تبقى للاحسن وممكن تبقى للاسوء، بس في اغلب الوقت تبقى للاحسن. لو حد داخل منشن على حاجه معينه، منشن على مجال معين، فوجهه نظره مش هتتغير قوي، هو كده داخل على المجال ده. فكره اللي هو كهرباء، ده العربيات الكهرباء مثلا موجود، بس هتحتاج منك انت شغل كتير قوي بره اللي الكليه هتديهولك. الكليه هتديك حاجات بسيطه، لا انت محتاج شغل عليها من بره. في رينيوبل انرجي برضو الطاقه المتجدده نفس الكلام. فاقدر اقول لك الفكره بتتغير. انا عن نفسي زي ما قلت لك، انا في اولى ثانيه لا الموضوع عادي، مش حاسس اني دخلت قسم جديد او قسم او كليه جديده او مكان مختلف. ثالثه ورابعه لا، بدات اسمع، بدات اشوف حاجات جديده وهكذا. لا يعني اغلب الناس يعتبر كده، ما كانش كلهم. طيب ايه العقبات اللي واجهتك وانت في اول سنه ثاني سنه اول ما دخلت القسم لحد على مدار الاربع سنين؟ هو القسم عندنا في الاول نوعا ما كانش فيه عقبات كتير. اول سنه يمكن اول سنتين كمان لا الدنيا بسيطه، تاخد محاضراتك والسكشن تروح على الساعه 2 12، مفيش جو بقى ان اقعد في الكليه، لا ده انا بايت في الكليه النهارده، انا قاعد في كوركينج سبيس وهكذا. لا القسم عندنا ما فيهوش الموضوع ده قوي. تاخد الكورس الدكتور بيديهولك، تاخده تذاكره، ما بقاش فيه كونتنت من بره قوي، ما بقاش فيه حاجه اللي هو بيقول لك لا روح اعرف دي لوحدك مثلا، او بص على الريفرنس عيش فيه. لا دي مش موجوده قوي عندنا في اول سنتين. بعد كده بيحصل تغير رهيب في ثالثه ورابعه. لا بتبدا التسليمات تزيد قوي، بيبدا الموضوع السيلف ليرنينج ان هو يزيد،
وبالذات انك لازم انك يعني تاخد حاجات من بره، كورسز من بره، او تعملها مع نفسك. يعني الموضوع باختيار. كورسز زي ايه طيب اللي انت كورسز زي ما قلنا في مجال الديستريبيوشن، ده حاجه اساسيه انك لازم تاخد فيها كورس او تاخدها في مشروع تخرج. عشان تبقى المهندس او تشتغل مهندس ديستريبيوشن فلازم تاخد الكورس ده، اللي هو ايه، اللي هو زي ما قلنا انت بتوزع الكهرباء في المبنى من اوله لاخره. كورسز عامه كل المجالات زي مجال الكنترول زي ما قلنا برضو لازم تاخد فيه كورس. الفكره كلها انك بتخش من اعدادي، اعدادي التسليمات فيها مش اكتر حاجه، هتخش اولى وثانيه برضو التسليمات مش اكتر حاجه، ما بتقعدش في الكليه كتير. بعد كده لا، الموضوع في ثالثه ورابعه بيختلف، تبدا المشاريع تزيد، تبدا التاسكات تزيد، قعدك في الكليه بيزيد، يعني نقدر نقول ايه اكسبوننشال كده بيزيد. طب عرفت ازاي تنظم وقتك تنظم دنيتك في ثالثه ورابعه بعد ما انت اتنقلت من اولى وثانيه ما فيش لا ضغط قوي، وبعدين ثالثه ورابعه في ضغوطات كتير، عرفت تنظم الدنيا ازاي؟ هو الحقيقه يعني احنا كانت قال لنا كده، يعني احنا كل واحد كان لازم يجهز على حاجه زي كده من قبل ما نخش ثالثه ورابعه، لان التاسكات او الستريس هيبدا ان هو يزيد عليك. فحته تنظيم الوقت فهو كان لازم انك تستغنى عن حاجات، لازم تستغنى عن قعده القهوه مع اصحابك، لازم تستغنى عن حجز الكوره مره واحده في الاسبوع، حلو، مش لازم اكتر من مره. فهو الموضوع ماشي اكتر بالاستغناء، قعده العيله مره في الاسبوع وهكذا. فهو ده كان يعني كتايم مانجمنت لازم تحط برايورتيز لنفسك قبل ما تخش سنه ثالثه. انت عايز ايه؟ هل انت عايز تقديرك يبقى امتياز؟ ماشي، يبقى هتستغنى عن حاجات اكتر. عايز تقديرك يبقى جيد جدا، تستغنى عن حاجات اقل وهكذا. ويمكن نقدر نقول في القسم عندنا الامتياز مش حاجه صعبه. يعني انت لو مشيت زي ما قلنا في اولى وثانيه، مشيت ورا اللي الدكتور بيقوله، حتى ثالثه ورابعه لو مشيت ورا الدكتور بيقوله بس استحملت الاستريس بتاع التاسكات الكتير، عادي هتجيب امتياز. الموضوع ما فيهوش يعني مشكله صعبه قوي، بس الناس زي ما قلنا ايه، هتستغنى عن حاجات. طيب تنصح الطالب بايه اللي دخل قسم كهرباء او هيخش قسم كهرباء ان شاء الله ان هو يعمله على مدار الاربع سنين؟ حلو، على مدار الاربع سنين نبداها واحده واحده. نبدا من دلوقتي وهو حاليا كده قاعد في بيته، يبدا ان هو يتعلم حاجات مايكروسوفت اوفيس، وورد، على اكسل، على باوربوينت. مش مطلوب منه اكتر من كده تماما. عايز بقى لنفسه هو بعيدا عن القسم بقى انجلش، يعني مثلا ازاي يكون فورمال او اوفيشال بايميلات وحاجات زي كده، ماشي، يعني حاجه بعيده ليه هو. يعني نفس الكلام بعد سنه اولى مش مطلوب منه حاجه قوي غير ان هو ينمي نفسه في المواضيع دي. بعد سنه ثانيه ممكن بقى ان هو يبدا يفكر، يبدا يجرب، يتفرج على حاجات اونلاين، يتفرج على كورسز اونلاين، ياخد فكره من هنا وهنا، عشان يجي بعد ثالثه لازم ياخد كورس. يعني بعد ثانيه وبعد ثالثه يعني يراجع ان هو يبدا ان هو يتعلم، يبدا ان هو ياخد كورسز يعني مش حاجه اللي هو قليله وصعب وجودها، لا، منتشره كتير جدا، في منها الاونلاين وفي منها الاوفلاين فيس تو فيس. وبعد سنه ثالثه برضو تدريبات، بعد سنه ثالثه يحاول يوفق بين التدريبات والكورسز وبس. هو مش هيحتاج اكتر من كده. عايز ان هو يكثف الدنيا شويه وياخد كورسز في الدراسه، ما فيهاش مشكله. لكن حاليا وهو قاعد كده في بيته، هو عامه هي هتفيده لاي قسم. الشله بتاعت مايكروسوفت دي اوفيس ياخدها، وورد على اكسل على باوربوينت. طيب انا واحد دخلت قسم كهرباء وحسيت في النص ان لا، ده مش مكاني، ده انا حاسس ان الدنيا بتقفل في وشي. فرصه الكارير شيفت بتبقى عامله ازاي في قسم كهرباء عموما؟ من وانا في الكليه وعايز احول، وبعد ما اتخرج كمان ان انا اتخرجت ومش حاسس ان انا مش مجالي. وهو في قصه الكليه يعني هي ممكن عادي ان هو يعمل كارير شيفت، بس انا نصيحتي ليه ان هو يستنى، لان زي ما قلت هو هيكتشف اكتر، هو هيعرف اكتر، لسه المستقبل مخبي حاجات كتير. بعد ما يتخرج لا، فرصته في الكارير شيفت لا منتشر. يعني كارير شيفت سواء جوه هندسه او سواء بره هندسه، لا في كتير. عايز كارير شيفت لحاجه من حاجات اتصالات زي مجال كده اسمه الامبيدد سيستمز، ماشي براحته. عايز يخش في السوفت وير ديفلوبمنت زي حاسبات، برضه براحته، اللي هو البرمجه زي اللي بتاع اعدادي خدها في اعدادي. عادي ممكن يكارير شيفت المجالات كتير جدا بعد هندسه، بعد الاربع سنين ممكن يكارير شيفت المجالات كتير، الدنيا مفتوحه. طيب انت مبسوط في قسم كهرباء؟ انا حاليا مبسوط. تنصح الناس انها تخش؟ سنتين كمان لا، الدنيا ما كانتش الطف حاجه يعني، بس الدنيا كانت مبهمه نقدر نقول. فالدنيا دلوقتي اوضح والدنيا الحمد لله. عشان كده بنصحه ان هو لا، استنى ويخش قسم كهرباء. استنى كمل اخر سنتين والدنيا هتوضح لك، وهتلاقي لا يعني هتعرف بقى انت فين بجد، هتحدد مكانك كويس. طيب اوكي، انا انبسطت جدا النهارده، اتمنى تكون انت كمان انبسطت اكتر ان شاء الله. ان شاء الله كل اللي يتفرج يكون اتبسط يا رب. وشكرا ليك جدا. على ايه؟ شكرا حسن.